السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله فيديو جديد، غادي ندير معكم الوصفه ديال اللحم بالبرقوق اللي كتجي بنينه، اللي تقدروا ديروها في المناسبات ديالكم ولا غير بيناتكم لوليداتكم. مهم ان شاء الله غادي نحتاج، عندي هنايا انا عندي 2 كيلو ديال اللحم، نتوما ديروا على حسب افراد الاسره، يعني على حسب عدد الاشخاص. عندي هنايا التوابل، هنا غادي نحتاج الخرقوم الصفر، سكينجبير، فلفله الكحله، القرفه، التوابل ديال اللحم، الملحه، وعندي هنا الملون كيبقى اختياري، وإلا كان عندكم الزعفران الشعره ديروه هو. صافي، هنا عندي اللحم اللي وريت لكم. هنا غادي ناخذ اناء، غادي ندير فيه ديك التوابل كامله، نخلطهم مع بعضياتهم ونضيف الماء كما كتشوفوا. غادي نضيف الماء ونخلطهم مزيان مزيان. ديروا الماء باش يجيكم جاري، ما يجيش لديك الشرموله، ما تجيش ثقيله، تجي جاريه كما كتشوفوا. غادي تجانس ديك المكونات كامله مع بعضياتها، وعاد هنايا غادي نبقى نضيف اللحم كما كتشوفوا. هذه هي الشرموله اللي غادي نشرمل فيها اللحم. اني ما درت فيها لا قزبره لا معدنوس، غير التوابل اللي وريت لكم في الاول. هنايا كناخذ اللحم طرف طرف، كنغطسو في ديك العطريه مزيان من جميع الجوانب كما كتشوفوا، وغادي نستمر بنفس الطريقه مورسو مورسو حتى نكملهم كاملين. ومن بعد غادي نخليوهم حتى تدخل معهم ديك العطريه كامله، نخليهم يتشربوا مزيان. فيني شحال ما خليتوه يرتاح مليح، الا كان عندكم الوقت يعني خليوه يشرب مزيان. صافي، هنايا غادي نغطي عليه وغادي نخليه تدخل مع هذيك التوابل مليح. هنايا غادي ناخذ طنجره، الا بغيتو ديروا الكوكو ديروها، انا درتو غير في الطنجره. ثم من الاحسن ديروه بكري وديروا غير الطنجره، وإلا ما كانش عندكم الوقت ديروا الكوكوت. المهم هنا درت شويه ديال الزيت، انا ما كثرتش الزيت، درت غير شويه حيت اللحم فيه الشحمه. غادي درت اللحم نخليه يتقلى مليح، وتبقى كل شويه تبقاو تقلبوه مورسو مورسو. هنايا قلبته وعاود قلبته. اللحم شحال ما تقلى مليح، شحال ما تقلى مزيان، كيجي بنين وكيجي زوين. المهم هنايا راني شاده التليفون بواحد اليد، ما تشواليش باش نقلبو. غادي نحط التليفون وغادي نعاود نقلبو كامل باش يتقلى من جميع الجوانب. كنقلبو مورسو من بعد مورسو باش يتقلى مزيان من جميع الجوانب. المهم انا غادي نحط التليفون وعاود نقلبو مليح. داكشي علاش راني شاده بواحد اليد التليفون، ما كيتشواش نقلب غير بواحد اليد. هنايا راني ضفت البصله الشرائح كما كتشوفوا، درت 2 بصلات. غادي نخليه يتقلى مليح، يتقلى مزيان مع البصله حتى تذوب البصله كما كتشوفوا. حتى هنا غادي نحط التليفون وغادي نهز الطنجره بزوج يدين وغادي نقلبو كما كتشوفوا بحال هكا. هنا صافي راه تقلى مليح، البصله راه ذابت. غادي ناخذ قزبر ومعدنوس نديرو ربطه كما كتشوفوا ودرتو في الجنب هنايا. وغادي نضيف الماء طايب، انا هنا درت الماء طايب. صافي ما تكثروش الماء بزاف باش في التالي ما تحصلوش فيه. غادي نغطي عليها وغادي نخليه يطيب على خاطرو، يطيب على النار مهيله كما كتشوفوا. على النار مهيله، ما لصق ما والو، راه كي يطبخ كما كتشوفوا. الصراحه راه جا مدغمر، جا بنين بزاف. وراه هنايا غادي يبان لكم هنا من بعد ما طاب اللحم، غادي هزيت واحد معلقه ديال العسل درتو فوقو كما كتشوفوا باش يجي شويه حلو.
غير واحد المعلقة تاع العسل درتو هكا عليها. هنايا شوفوا كيفاش جا بحال اللي مشوي صراحة. وهنايا انا غادي نرافقو باللوز. انا سلقته وقشرته وكنقليه، درتو في الزيت باردة بقى نحركو باش ما يتحرقش. وهنا عندي البرقوق، غادي ندير معاه حتى البرقوق، غسلته ودرته هنا في الماء. غادي ندير له القرفه والسكر سنيده وغادي نخليه يطيب ويتعسل مليح. هنايا من بعد ما تعسل البرقوق وقليت اللوز، هنا جبت هاد الطبسي فيه اللي غادي نقدم اللحم ديالي وصافي. غادي نبقى ناخذ اللحم عادي طنجره للطبسي كما كتشوفوا. راه جا بنين، جا مدغمر معسل، يعني طاب على خاطرو، طاب على النار مهيله. ما بغيتش نديرو في الكوكوت هكا حسن، كيجي بنين، كيجي بحال الطياب ديال الفخر. وهنايا غادي خليت الوسط شويه خاوي باش ندير فيه البرقوق. هنا غادي نضيف البرقوق ودرت عليه شويه ديال الزنجلان الفوق كما كتشوفوا. نتوما تقدروا ترافقوه باش ما بغيتو. ودرت عليه اللوز والزنجلان. وهذا هو الشكل النهائي ديالو كيفاش كيجي. الصراحه جا بنين، جا فتي، طاب على خاطرو. هنايا غادي نوري لكم كيفاش باين في الطياب ديالو، كيفاش جا فتي كما كتشوفوا. كنتمنى تجربوا هاد الطريقه وتنال الاعجاب ديالكم. شكرا لكم كاملين على المتابعه، ومع السلامه الى الفيديو المقبل ان شاء الله.